السلام عليكم، نورتونا في مطبخكم عايشة. يا رب تكونوا بخير. يومكم مبارك بالصلاة على رسول الله. أول حاجة نبدأها بذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصفتنا اليوم العصفان الليبي. أول حاجة تمسك الخضرة بتاعتك، خضرة على حسب الكمية بتاعتك. يفضل أن الخضرة تكون أكثر. تمام. تقرضي الخضرة بتاعتك ناعم، اللي هي شبت ومعدنوس وبقدونس. كرتيها ناعم ناعم. وهنا قربت كل خضرتي وجبت 3 حبات طماطم. يفضل ان الطماطم تكون شوية، 3 حبات طماطم تقرضين ناعم ناعم على خير يعني. طبعا لو تحبيه حار جيبي قرون فلفل 5 حبات 6 حبات براحتك على حسب حرية الفلفل بتاعك. تمام. انا حطيت 5 حبات في رينج ال5. حبوه حار وزودت شطة أخرى. طبعا هنا معي المعلقة بتاعي ولحمت قردي صغير. يفضل ان الخلطة كبدة والمعلقة الكامل يكون اكثر، واللحم هو والخضرة. طبعا نفس الشي تكرري بصل تقرضيه ناعم الاخير عشان خاطر المصارين بتاعتك مرات تكون صغيرة. يفضل انك تقرضيه ناعم على الاخير. الحاجة لازم تقرضيها ناعم خاطر ما تنفجرش، ما ينفجرش في العصبان وانتي تسوي فيه. طبعا للعلم قرضت بصلتين ونص. لقيت الكمية خلاص اوكي هيكي تمام، ما زودتش، ما حبيتش نزود النص الثالث، خليت 2.5. اوكي خلاص. انا حطيت البصل بتاعي، جبت الصلصة. طبعا الصلصة كل ما تكتري لما يجي الخلطة تكون على شوفة عينك ميزانك على ما يقولوا. انا حطيت 3 كواشيك صلصة، 3 معالق صلصة كويسات من اللي قلبك يحبهم، علشان تجي حمرا وما تجيش بيضة الخلوط بتاعك. وعينك ميزانك. هذا الثاني وهذا الثالث. طبعا الرز بتاعك يفضل الرز يقد أقل. أنا حطيت كباية وكباية وواجد أخرى. في ناس يحطوا شوية رز، لكن أنا حطيت كباية. عايرتلكم أن أنا حطيت كباية. يفضل الرز في خلطة العسبان تكون شوية. تمام. توابلك نجول لمرحلة التوابل. ملح وكركم تشكيل التوابل، وفلفل أسود وبابريكا ونعناع. تشكيلة التوابل حرارات ليبية. النعناع يعطيها رائحة وطعم من الأخير، وتنعموه على قد ما تقدر النعناع. الزيت بتاعك عينك ميزانك. طبعا أنا الكمية الزيت اللي حطيتها ما زودتش عليها زيت أخرى. ونجو في مرحلة الحشو. طبعا اللي ما تعرفش تحشي العصبة المصارين، تجيب شيشة مية معدنية صغيرة
وتحط الفم والشيشة في المصارين وتبدأ تحشو. هتجي معك سهلة وسريعة. طبعا كل ما تحشي تقدر تدوسي عليها هيك باش تنزل لي تحت كلها باش ما ينفجرش منك. اهم شي تقدر تسلكي على خاطر ما ينفجرش. اهم شي وانتي تديري في المرحلة تقدري تسلكي من تحت مش الحشوة تجيكي من تحت وتعبي المصارين وما تزيدش الحشوة معاكي تنفجر في الطنجرة بتاعتك. تقدري تسلكي اهم شي كيف ما انا قاعدة ندير وتبططي هيك على المصارين على خاطر الحشوة ما تزيد وتنفجر منك في الطنجرة هو يستوى. اهم شي حتى متى تكوني حاشيتي. كيف ما تشوفوا نجول المصارين رقيقة على الأخير. صعبة في الحشي شوية بس طعمها أحلى من المصارين الغليظ. وهنا كمان خلاص شوفوا كيف الشكل. تبي تاكلينه هيك. هذا واو. أول حاجة نزلت الحاجات. طب المسطران الكبير اللقطة هي لو مسطورة. اللي ياخد سوا حطيت توابل، حطيت فلفل أسود شوية وبس، ما حطيت شيء ثاني. في مية نزلته هو الأول بعدين نزلت المسطران الصغير الرقيق. وقبل ما ننزله كنت على خاطر ما ينفجرش مني في الطنجرة بطيته بعود الأسنان. سكت مسران قعدت نبطط فيه بسيط على خاطر ما ينفجرش مني. وتقدي تقلبي بشوية على خاطر ما ينفجرش منك. ناعم يكون بدون ما ينبط. أحلى حاجة إنه ما انفتحش. تسلم يدي. وانا خلاص العصبان استوى ورفعته من على النار. طبعا انتوا تقدروا تقلوه في الزيت وتقدروا تحطوه في الكوشة. طبعا انا حطيته في الكوشة. طبعا ما تنسوش لو عجبتكم وصفة العصبان الليبي ديروا لي لايك واشتركوا في القناة. ويا رب تكون الوصفة خفيفة ظريفة عليكم تكون سهلة تكون استفدتوا مني بشي. وهذا شكل المطلع من الكوشة. طبعا تقدري تديري العصبان براحة وتقدري تديري حتى رز بالخلطة. طبعا انا درت حتى رز بالخلطة. وهذا الشكل سفرتنا كاملة لليوم. ان شاء الله يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. ديرولي لايك متنسوش ديرولي لايك وجديد في القناة يشترك في القناة. ومع السلامة. باي باي.